مش هيسمحوا لنا نفوز. احنا اتظلمنا، بنقول الحكم الفرنسي انت ظلمتنا النهارده. اي حد يقرب من ميسي فاول او انذار. احنا مفروض علينا ان ميسي لازم يكمل في البطوله لانه عنده الاتجاه من الاعلى. مفيش انذار للارجنتين، بيضربوا فينا من اول الماتش. ده اتضرب امام عاشور وخرج بعد ما ضرب كده امام. هجمه لينا يحسب عليك فاول، ولا حد شاف ولا حد راجع. النهارده ظلم تحكيمي بين لمنتخب مصر. قول لي رئيس الاتحاد الدولي احنا اتظلمنا، بنقول الحكم الفرنسي انت ظلمتنا النهارده. الارجنتين لا تستحق الصعود لدور الثمانيه، مصر هي الاحق. عادت الارجنتين بفعل هذا الحكم، رجعت الارجنتين بفعل هذا الحكم، ضغط علينا في انذارات، لينا فاولات ما اتحسبتش، لينا ضربه جزاء ما اتحسبتش، لينا جون ما اتحسبش. يعني ضيع علينا هذا الحكم منه لله على ظلمه لينا وظلمه ملايين اللي كانوا مستنيين في مصر والعالم العربي. لكن الحكم ظلمنا بمنتهى القبح، منتهى الضلال، منتهى مش عايز اوجه التهمات اكتر من كده، ولكن حكم ظالم، حكم لم يحكم بالعدل. عشان كده قلنا خلوا بالكم يا جماعه، هناك اتجاه داخل الفيفا. انا قلت الكلام ده امبارح قبل ما نلعب ماتش النهارده. ارجعوا اللي انا قلته امبارح، هتقول اللي انا قلته بالظبط حصل في ماتش النهارده. مش هيسمحوا لنا نفوز، ولو العداله هنفوز. لكن هل رايتم عداله في الماتش؟ لا، مفيش عداله في الماتش. هل احنا خدنا حقنا في الماتش؟ ما خدناش حقنا في الماتش. احنا تقدمنا هدف واثنين وثلاثه ولاعبين ماتش مفيش احسن من كده. ممكن بعض الاخطاء لكن وارد في كره القدم. لكن الارجنتين لا تعود بهذه الطريقه الا مساعده تحكيم، مساعده حكم. شفتوا الماتش قدامكم، احنا الاحق. عشان كده بنقول منتخبنا يستحق استقبال شعبي رسمي، تكريم، تقدير ليهم على هذا الاداء الكبير. شفناها كتير، لكن ما شفناش فجر تحكيمي وظلم وفساد تحكيمي زي اللي حصل معانا في ماتشنا. كور بتاعتنا، هجمه لينا يحسب عليك فاول. مفيش انذار للارجنتين، بيضربوا فينا من اول الماتش. ده اتضرب امام عاشور وخرج بعد ما ضرب كده امام، ولا حد شاف ولا حد راجع. اتضرب مهند، اتضرب ولادنا اتضربوا، والارجنتين بيحموهم الحكم. وانا قلت لكم امبارح الحكام بيحموا ميسي. شفت النهارده اللي انا قلته بالظبط. اي لمسه، اي حد يقرب من ميسي فاول او انذار، لانه عنده الاتجاه من الاعلى، من رئيس الاتحاد الدولي اللي هو عايز الارجنتين تكمل تاخد البطوله. لكن تاني بقول فخورين بمنتخبنا، فخورين باللي عملوه، صنعوا تاريخ، كتبوا تاريخ. انت متقدم الارجنتين 2-0 لحد اخر 10 دقائق من الماتش. انت عارف يعني ايه ده؟ معناه ايه؟ ده قدام بطل العالم، احسن لعيبه في العالم، عنده ميسي احسن لاعب في العالم. انت بتعمل ده، وعندنا صلاح وعندنا رجالتنا اللي عملوا كل الجهد بتاعهم، بذلوا كل الجهد، مشكورين. نبني على هذا المنتخب. عندنا افريقيا، وعندنا تصفيات بعد كده كاس عالم 30، عندنا جاي المشوار جاي بهذا الجهاز، بهذا المنتخب نكمل باللي جاي ان شاء الله. اللي حصل النهارده ظلم بين من الحكم الفرنسي لتكيسيه لمنتخب مصر. ظلم بين، مش انا لوحدي اللي بعلق عليه، ولا بس الكابتن حسام حسن اللي بيعلق عليه، اغلب او كل او عامه الوسط التحكيمي علق عليه بعد نهايه اللقاء. ان الكوره بتاعه مروان عطيه اللي تم احتسابها من قبل الفار، اللي الفار رجع فيها الحكم وخلاه يحسبها فاول ولغى الجول بتاع منتخب مصر، الجول الاولاني بتاع زيكو اللي اتلغى، ان الكوره دي اتعادت واتكررت في بطوله كاس العالم في النسخه الحاليه. وهذا النوع من الاحتكاك تم السماح به قبل كده في اكتر من لقاء، وحتى في لقاء اليوم. وانت لغيت لنا الجول ده وحرمتنا من جول كان ممكن نبقى متقدمين قبل ما الارجنتين تتعادل او حتى تجيب جول، كنا متقدمين 3-0. الحاجه الثانيه، كوره وبينالتي واضح تماما لحمدي فتحي، الفار لا من شاف ولا من دري ولا من هنا من بنا، مش موجود تماما، ولا استدعى الحكم ولا اي حاجه. الحاجه الثالثه، كوره لمحمد صلاح اللي هي اتردت بعد كده بجول ليهم، بجول الارجنتين، كوره فيها شك وشبهه ركله جزاء، لا حسبها فاول ولا الفار رجعه ولا اي حاجه. فكل القصه دي، وعلى فكره هي كوبي وبيست كوره مروان عطيه، يعني في ناس كتيره منزلين الصور حاطين الصوره دي جنب الصوره دي، هما الاثنين صوره طبق الاصل. كل ده بقى كم واتفرج معايا على الفيديو ده وشوف تعبيرات وش
انفانتينو. يعني شوفوا بس، شوف تعبيرات وش انفانتينو. انا مش هعلق عليها ولا اتكلم عليها، انت علق عليها وشوفها خلاص. فانا بسال سؤال كل الناس بتساله، هل لازم انه الارجنتين توصل لنهائي كاس العالم؟ هل ده جبر؟ يعني دي حاجه مجبرين عليها بالعافيه؟ احنا نستحق، احنا الافضل. انت لغايه الدقيقه حاجه و70 78 ولا 75 انت اللي متقدم 2-0، انت الافضل، انت الاحسن، انت اللي ملغي لك جول، انت اللي حارس المرمى بتاعك عامل اداء اسطوري. فانا مش قادر افهم، وبرضه اتفهم تماما لو طب ما احنا اتحسب علينا بيلتي بتاع هيثم حسن، ما حدش فتح بقه، ما اتكلمناش عنه خالص لانه فعلا بينالتي وتمام. لكن كره مروان عطيه ده في 600,000. ده ماتش باراجواي وفرنسا كان خناقه شوارع، خناقه ضرب يعني مش طبيعي، ما كانش فيه ما حصلش فيه القصه دي. نفس القصه لو هتحسب بتاعه مروان يبقى بالادعى تحسب بتاعه صلاح كمان، لان دي كانت بينالتي. ويا سيدي حتى لو ما حسبتهاش بس على الاقل يا عم ارمي في وشنا شويه ملح وهات خلي الفار يجيبك. فلا، النهارده ظلم تحكيمي بين لمنتخب مصر، ظلم تحكيمي كانه احنا مفروض علينا ان الارجنتين لازم تكمل، احنا مفروض علينا ان الارجنتين لازم توصل لغايه الدور النهائي، احنا مفروض علينا ان ميسي لازم يكمل في البطوله، ومفروض علينا او من غير المفروض بقى ان منتخب مش من منتخبات الاسماء الكبرى في كاس العالم يحقق انجاز ولا يوصل للفاينل. فالنهارده ظلم تحكيمي بين لمنتخب مصر. النهارده خسرنا بفعل فاعل اللي هو الحكم. اكيد الحكم. بص لا يا ليسي، بعد كل سيء. اللي حصل من الفتره اللي فاتت دي كلها، وكميه الحصانه زي ما قال ايمن وهو بيذيع الماتش، الحصانه لو واخدها ميسي مش واخدها اي لعيب تاني، لو واخدها من الاتحاد الدولي. كريستيانو رونالدو اللي هو نجم النجوم معاه الدون ما فيش الحمايه دي مش موجوده عنده. الحمايه دي عند واحد بس فقط لا غير. عايزين نفهم ليه. يعني كرة القدم اللي في العالم دي كلها ما فيهاش غير ميسي، على عينه وعلى راسنا انه موهبه كبيره وانه اعظم لعيب يا سيدي جه في التاريخ، انما ما فيش حاجه اسمها ياخد حقوق الناس عشان هو اعظم لعيب في التاريخ. ما ينفعش يرتكب خطا ياخد كارت احمر، وياخد كارت احمر. ما هو خلي بالك كل اللي اتبنى بعد كده ما هو المفروض انه ما يتحسبش. يعني هو اول الكارت دوت كان جايب جول، بعد الموضوع بتاع الطرد دوت جاب جولين، والماتش اللي بعديه جاب كل بقى الماتشين اللي بعديه الاجوال اللي جابها الاربع تجوال دول المفروض ما يبقوش في الرصيد بتاعه اساسا. ويا عالم كانوا هيكسبوا ولا مش هيكسبوا، وهيعدوا ولا مش هيعدوا. ما دي برضو مهمه جدا. والكروت الحمراء اللي بتحصل وبعدين تتراجع لحد معين عن حد تاني، ده احنا طلبنا نشيل كارت مهند وكان من حقنا، واخد بالك، وكان من حقنا وما كانش فيه حاجه. ما تنظرش فيه ما تبصلوش. الموضوع بصراحه انفانتينو مش جاي علشان يطور في كره القدم، ولا ده جاي